بعد ما جوكو بقى عنده 18 سنة لازم يتحول القرد الأسطوري أوزارو عشان يهزم السحر الشرير بوكولو وينقذ الكوكب. جوكو كان ولد متواضع ومغمور في المدرسة، وكان كل الطلاب بيستهزئوا بيه ومش بيعملوا له حساب. وفي يوم جه طالب متنمر وداس بعربيته على العجلة بتاعت جوكو. الأخير رفض إنه ياخد حقه وقرر يجيب ورا، ولكن جوكو قرر إنه ما يخافش المرة اللي بعدها ودافع عن نفسه لما شلة متنمرين كانوا يمنعوه يدخل الحفلة بتاعت صاحبته، فوقفوا وشهم زي الأسد واداهم علقة متينة ومن المناء خضار. والوضع فضل على كده لحد ما في ليلة كل حاجة اتغيرت. من أكتر من 2000 سنة شرير اسمه بوكولو ديماو وصل الأرض ومعاه تلميذه أوزارو، واللي بدأ ينشر الفوضى في الكوكب كله مع سيطرة المحاربين الفضائيين على بلاد كتير. مجموعة من الرهبان اخترعوا تقنية قوية جدا اسمها مافوبا، واللي قدرت تحبس بوكولو في وعاء الدفن جنب نواة الأرض. وبما إن المعلم بتاعه اتهزم، أوزارو اختفى هو كمان، والبشر قدروا يرجعوا التوازن للعالم ومن غير ما يكون عنده اي فكرة عن السحرة. جوكو كان عايش حياته عادي وبيقضي ايامه في التدريب مع جده جوهان، رغم انه بارع جدا في الفنون القتالية الا انه ما كانش بيعرف يتحكم في طاقته كويس، وكان دايما بيتهزم بحركة ظل الغراب اللي جده بيعملها، وهي عبارة عن هبة هوا قوية تخليه يطير ويخبط دماغه في حبة قرع زي الفل على الارض. بعد ما ساعده يقوم، جوهان حاول يعلمه ازاي يتحكم في طاقته، لكن جوكو ما قدرش يعمل حاجة غير انه يسبب نسمة هوا خفيفة بس. وبعد التدريب غوهان راح للبيت الاخضر بتاعه وادى لحفيده هدية عيد ميلاده 18. لما جوكو فتحها لقى انها كرة تنين برتقالية نارية وفتاكة زيك كده بالظبط عزيزي المشاهد الناري اللي هيدوس لي لايك ناو. جوهان شرح له ان دي واحدة من كرات التنين وانهم 7 بس في العالم كله، واللي معاه دلوقتي هي ذات ال4 نجوم. جوكو الفضولي سأل ده بيعمل ايه، وجده رد عليه ان الكرة دي لوحدها ملهاش لازمة، لكن لو اجتمعت ال7 كرات مع بعض يقدروا يستدعوا التنين القوي الناري شنرون، واللي يقدر يحقق اي امنية. لما جوكو بقى مع الكرة راح المدرسة وركن عجلته في مكان الركن، وكان حاسس نفسه ملك المدرسة، ولكنه في الحقيقة خجول عزيزي المشاهد الناري. فجأة بيوصل طالب مجنون سايق عربية غالية فحت تنين وداس على العجلة بتاعت جوكو وكأن ما فيش اي حاجة حصلت. الطالب الشرير الباد بوي مش فارق له اللي حصل، وجوكو قال له انه لازم يجيب له عجلة جديدة. سمعه المتنمر وقال له مين هيجبرني يا ولد، وقرب وشه لجوكو عشان يضربه، بس جوكو كان وعد جده انه مش هيتخانق، فقرر ما يعملش حاجة وقال طيب احسن يا اصحاب. وفولر الطالب الشرير الباد بوي قال عليه جبان، لكن قبل ما الامور تسخن تشي وصلت وخلت المتنمر يراجع نفسه في الوقت اللي جوكو كان بيحاول يتحكم فيه في غضبه. على الجانب التاني بقى اللي هيخلي ايام جوكو اللي جايه سواد بنشوف بيكولو بقى حر وبدأ يدور على كرات التنين. وبعد ما هجم بجيشه على قرية فقيرة وسواها بالتراب، واحدة اسمها سي خدت بنتها واستخبت تحت أرضية واحدة من الأكواخ، لكن واحدة من أتباع بيكولو وهي دراعه اليمين لمحت البنت ووجهت السلاح عليها، لكن الأم رفضت تسكت وخرجت من مخبأها وسلمت الكرة لماي المساعدة بتاعت بيكولو، وبعدها تم القضاء عليها تماما عزيزي المشاهد الناري. في المدرسة بقى بنشوف الأستاذ بيشرح الكسوف للطلبة وبيقول لهم إن كسوف الشمس ده ظاهرة كونية بتحصل لما القمر يعدي أو يمر بين الأرض والشمس. المهم إن في الوقت ده جوكو بيسرح في تشيتشي وبيتخيلها قاعدة في قلب غيط كله ورد وزور جميلة، بل وكمان بتبل رقها بفراولاية عنب العنب. المدرس بيقطع سرحان جوكو وبيسأله أنا كنت بتكلم في إيه يا ولد، فجوكو بيقول له كسوف الشمس يا أستاذ، وتعريف إن القمر بيمر بين الشمس والأرض وبالتالي ضوء الشمس بيتحجب عننا. المدرس بينبهر بكلامه، وبعد الحصة تشيتشي كانت بتحاول تاخد ورقة محشورة في دولاب مقفول. جوكو كان عاوز يساعدها عشان يبين لها هو قد ايه واد جامد وباد بوي، وعشان كده استنى لما نستبعد وحاول يستخدم طاقته عشان يساعدها، لكنه ما كانش عارف يتحكم في قوته بشكل صحيح، ففتح كل الدواليب مرة واحدة وبوظ الدنيا على الآخر. تشيتشي شافته وهو بيجري بعيد، جريت وراه قالت له انت استخدمت طاقة كي. بعدها سألته لو هو بيتعلم الفنون القتالية النارية، اتردد في كلامه ما عرفش يقول لها ايه، لكنها كشفت له انها كمان مقاتلة وحاولت تطمنه، وواضح كده ان شكلها هتحب جوكو الفقير العدمان. ولما شافت الموضوع ممتع قالت له انها تعمل حفلة بالليل ودعته يحضر الحفلة ببيتها. جوكو في البيت بدأ يغير هدومه ويحط الجل التمام، وقرر ياخد معاه الكرة عشان يبهر بيها تشيتشي، وخرج من البيت في السر في الوقت اللي كان فيه جوهان بيحضر العشاء اليوم هما الاثنين، وده عشان يحتفل بعيد ميلاده 18. في الحفلة جوكو وصل لكنه لها اصحاب فولر بيحاولوا يمنعوه من الدخول.
المتنمرين قالوا له اهرب من هنا احسن، نعمل معاك السليمة يا ولد. جوكو ما كانش عاوز يتخانق، عشان كده لف وكان هيروح خلاص، لكنه قال لنفسه انه هيحاول يحل الموضوع بالهدوء، وزهق من الهروب وقرر يواجههم، فبدأ يراوغ ضرباتهم لحد ما خلى بعضهم يضربوا بعض بالغلط، ورغم انهم اكتر منه في العدد ما كانش ليهم اي فرصة قدامه. هوبا بوكس هنا، هوبا دوران محوري، هوبا لفة نارية، وبطريقة ما عمل منهم البطاطس المقرمشة وهزمهم بسهولة عن طريق تفادي الضربات بس. وقتها فولر خرج من البيت وهو ماسك سيخ حديدة عشان يخلص على جوكو، وحلف ودني ما انا سايبه، لكنه قدر يتفادى الهجوم. وفولر ضرب مراية عربيته الكامارو بالغلط، وده خلاه يغضب اكتر فاستمر في الهجوم. وطبعا كل ده كانت تشيتشي شايفاه ومش مصدقة اللي بيحصل قدام عينيها. جوكو قدر يتفادى الضربات وهو فوق العربية، وده خلى فولر يدمر عربيته بنفسه. في اللحظة دي واحد من اصحاب فولر قام وحاول يضرب جوكو من وراه، لكنه قدر يتفاداه هو والتاني في نفس الوقت، وخلاهم هما الاتنين يوقعوا بعض ويضربوا بعض. بعد القتال تشيتشي خدت جوكو لجوه، قالت له انها اول مرة تشوفه بيتخانق بهذه الطريقة النارية، لكنها عجبتها على اي حال. وجوكو بدوره قال لها اعتقد ان دي افضل طريقة احتفل بها بعيد ميلادي، خصوصا ان بابا وماما حياتهم انتهت من زمان وجدي اللي رباني، وده اثار اهتمام تشيتشي جدا. المهم يعني انهم قعدوا يتكلموا طوال الليل. في الوقت اللي كان فيه جوكو مستمتع بعيد ميلاده كان جده جوهان قاعد بيتأمل في البيت، لحد ما مي ظهرت فجأة وبدأت تهاجمه بالسلاح المدمر بتاعها. وفجأة بيكولو ظهر هو كمان. جوهان حاول يقاوم لكنه اتشل بحركة تلينكيزينية من الناميكي السحرية، واللي بدأ يسحق عظامه. وبعد ما تأكد ان الكرة مش موجودة، بيكولو قال انه مش هيضيع وقته وخرج من البيت وسحق المكان كله بجوهان وهو لسه جواه حتى من غير ما يعرف اللي حصل. جوكو حس ان في حاجة غلط، وعشان كده قرر يجري بسرعة رجع للبيت، لكنه ما لقاش غير الدمار والخراب. فضل ينادي على الجد كتير ومفيش فايدة، لحد ما فجأة وسط الركام سمع صوت جده بينادي عليه. قدر يلاقيه تحت شوية أنقاض وهو متلخبط، سأله ايه اللي حصل، فجوهان قال له ان بيكولو رجع وانه بيدور على كرات التنين، وطلب منه انه يلاقي المعلم كاميروشي ويجمع باقي الكرات قبل ما يحصل الكسوف الجاي، وانهم 7 كور لازم يجمعوا مع بعض. وكلمته الأخيرة كانت انه مهما حصل لازم يؤمن بنفسه. جوهان مات بين ايدين حفيده، وجوكو كان لازم يكمل المهمة. بعد ما دفن جده رجع البيت لقى هناك الزي القديم لمدرسة السلحفاة الخاصة بجده، وهو بيتأمل في الزي سمع صوت خطوات جوه البيت. بدأ يدور على الشخص اللي دخل، ولقى نفسه قدام بنت كانت بتدور على الكرات هي كمان. لما شافت على الرادار ان الكرة معاه بدأت تضرب عليه بالنار، وهي بتقول له انها عايزة تسترجع كرة والدها اللي كانت موجودة معاه من 20 سنة واتسرقت امبارح. جوكو كان متلخبط وقال لها ان الكرة دي تخص جده، بل فرجها لها كمان وعرفها ان الكرة فيها 4 نجوم بس. البنت استغربت لما شافت ان الكرة بتاعته فيها 4 نجوم وهديت شوية، وقالت له ان كرة والدها فيها 5 نجوم وان حد سرقها الليلة اللي فاتت. جوكو وقتها وضح لها ان في 7 كرات تنين في المجمل، وكل واحدة فيها عدد نجوم مختلف. ولما شاف ان تقنياتها ممكن تكون مفيدة عرف نفسه وطلب منها تساعده في البحث عن المعلم كاميروشي، وقال لها لو انها ساعدته هيساعدها هي كمان تلاقي باقي الكرات. في البداية رفضت، لكنها بعدين قررت انه ممكن يكون مفيد وقبلت الصفقاية وقدمت له نفسها باسم بولما. بعدين خدت جوكو على دراجتها النارية وراحوا وسط المدينة، وهناك بدأوا يدوروا على عنوان المعلم كاميروشي على الانترنت. بعد شوية بولما قالت انها ما لقتش اي حاجة لحد ما الرادار بدأ يرن في اشارة ان في كرة تنين قريبة. فضلوا ماشيين ورا الاشارة لحد ما وصلوا لبيت منعزل، وبولما قررت تقتحم المكان عشان تدور على الكرة. جوكو دخل معاها وبدأ يستكشف، لكنه خبط في رف ووقع شوية حصى عشان ما حدش ياخد باله، وحاول يجمع الحصى بسرعة لكنه ساب واحدة بالغلط اللي خبطت في فازة وعملت صوت صغير. الصوت ده صحى صاحب البيت، واول ما شاف جوكو نط من الدور الثاني وهجم عليه، وعينك ما تشوف الا النور عزيزي المشاهد الناري. ضربه ضربة قوية خبطته في الحيطة. الراجل قال له انه هيخليه يندم، وبدأ يهاجمه تاني ويديله علقة محترمة. ورغم ان جوكو حاول يستخدم سرعته الا انه كان بطيء جدا مقارنة بالمعلم روش الناري. جوكو تعب من الضرب فقرر يستخدم طاقته وحاول ينفذ ضربة ظل الكاركي، لكن العجوز قدر يتفاداها، وجوكو بالغلط ضرب بولما طيرها بعيد. اول ما الراجل شاف الضربة قال له انه يعرف مين اللي ممكن يعلمه هذه الضربة، وسأل جوكو عن جده المعلم جوهان، وكشف انه هو المعلم كامي، بينما كامي كان بيفتكر الايام القديمة. جوكو قال له انه جده حياته انتهت، بل وكمان بيقولوا الساحر الشرير رجع. الخبر ده خلى المعلم واضح عليه القلق، وبعد ما عرف بالمصيبة بدأ يدور على كرة التنين الخاصة بيه. جوكو لقاها تحت الترابيزة، واول ما مسكها كامي قال له انه لازم يلاقي باقي
الكرات قبل الكسوف، وإنه جوكو هو المفتاح لهزيمة بوكولو. بعدين قال إنهم لازم يروحوا معبد الصخرة عشان يبدأوا تدريب جوكو ويقووا أكتر وأكتر. وبعد رحلة طويلة في الصحراء وصلوا أخيرا للمعبد، وهناك لقوا تشيتشي بتتدرب مع خصمها ريفا. جوكو جرى عليها بسرعة وهي عرفته إنهم بيجوا هنا عشان يتمرنوا على الفنون القتالية، وقالت له كمان إنها أسفة على اللي حصل لجده، وكمان دعته يحضر البطولة اللي هتتعمل خلال الأيام الجاية. بعد ما اتفقوا على اللقاء جوكو رجع للمعلم كامي، وفي اللحظة دي بولما ظهرت وهي بتقول إن الرادار لقط إشارة كرة تنين جديدة. وبينما جوكو كان بيتدرب على التحكم في الكي، بولما كانت سايقة في الصحراء. المعلم روشو فضل يوجه له تعليمات إنه لازم يفضل واقف على إيد واحدة، ولازم كمان يتحد سويا مع العدم لكي يشكل جبهة تأمل تخرج قوة التنين النارية. لكن فجأة عجلة الموتوسيكل دخلت في حفرة ضخمة ووقعوا في حفرة عميقة. على طول يان ظهر وعرض عليهم المساعدة، لكن بمقابل معين. أول ما شاف الموتوسيكل بتاع كبسولة كورب قرر إنه ياخده كتعويض، بس بولما رفضت تماما وقررت تفضل في الحفرة لحد ما يلاقوا طريقة للخروج. ومع عدم وجود أي حل قرروا إنهم يقضوا ليلة هناك. المعلم كامي استغل الفرصة عشان يحكي لهم عن قصة الخير والشر وإزاي كل ده حصل. قال لهم كان يا مكان في أيام زمان كان في 2 وهم بيكولوا أزارو اللي تسببوا في فوضى على الأرض، وعشان البشر يوقفوا غزو الأشرار 7 محاربين ضحوا بكل طاقتهم وصنعوا تقنية اسمها مافوبا اللي قدرت تحبس بكولو. لكن دلوقتي بعد ما رجع هو مستني أمر الدم اللي يظهر بعد يومين، وقتها يقدر يحرر أوزارو ويستعيد السيطرة على العالم كاملة. كامي قال إن الطريقة الوحيدة لمنع الكارثة دي هي إنهم يجمعوا كرات التنين ويستخدموا الأمنية لطرد بوكولو للعالم الآخر. يامي كان موجود بيسمعهم وعجبته القصة. في اللحظة دي الرادار بتاع بولما بدأ يرن، واكتشفوا إن في كرة تنين قريبة. ولأن المعلم كامي زهق من تضييع الوقت نط بره الحفرة وأجبر إتيا أو يامي يرمي لهم سلالم عشان يقدروا يطلعوا، وكمان خدوا شوية معدات حفر عشان يوصلوا للكرة. وبعد وقت من تكسير الجدار المجموعة لقوا نفق بيؤدي مباشرة لبحر من الحمم البركانية. ولما شافوا الكرة على الضفة الثانية بدأوا يفكروا في طريقة يعدوا بيها الحمم، ولكن فجأة جيش من السايبرمان ظهر عشان يمنعهم. ورغم ان عددهم كان اقل محاربي الزد قدروا يهزموا الكائنات دي، لكن المشكلة ان السايبرمان كانوا زي الهدرة، كل ما واحد فيهم يتهزم بيتضاعف. واثناء القتال المعلم كامي اطلق كامي هاميها على واحد منهم، وقع جوه الحمم واتحرق جسمه بالكامل، وده منعه من انه يتكاثر. اول ما فهموا الفكرة كامي وجوكو بدأوا يرموا باقي الكائنات جوه الحمم. بالطريقة دي عملوا جثثهم كجسر عشان يعبروا البحيرة الملتهبة. وبعد ما نجحوا جوكو عدى فوقهم وبدأ يتسلق عشان يوصل لكرة التنين ذات 6 نجوم، لكن فجأة ماي ظهرت وركلته في وشه واخدت الكرة، وعشان يسترجعها جوكو جرى وراها بما انه اقوى منها بكتير، ما تعرضش لاي اذى وقدر يهزمها بسهولة. وبعد ما استعاد الكرة قال للمعلم روشي انا شفت رؤية في الكرة يا معلمي. والمعلم قال له الكرة بتتكلم معاك وبتعرفك المستقبل. جوكو رد عليه وقال له انا شفت ازارو وبيكونوا بيدمروا العالم وكل حاجة، وتحديدا بيخلصوا عليك انت وبولما ويان وكل اللي بحبهم. المعلم كامي او روشي قال له لا تقلق يا ولدي، ما زال في امل في العالم. الاشرار مش هم لوحدهم اللي عندهم قوة، احنا كمان عندنا قوة جبارة. القوة دي هي انت يا جوكو، وكل المطلوب بس انك تقدر تطلع قوتك لبرا. وخليك عارف ان تدريب جدك ليك ما كانش من فراغ ومش هيروح هباء. في الوقت ده بولنا قطعت كلامهم وقالت لهم ان فاضل يومين بس على الكسوف، وان الوقت مش كفاية عشان يلاقوا باقي الكرات. كامي وافقها وقال ان مافوبا هي الامل الاخير، وقرر يرجع للمعبد. وهناك قعد مع معلمه القديم جيفو وطلب منه يحضر وعاء الختم لانه كان ناوي يضحي بكل طاقته عشان يحبس بيكولو. وقال له انا بعتذر عن كل حاجة شككت فيها زمان ايها المعلم شيفو، كل النبوءات اللي قلتها لي اتضح انها حقيقية. بكرة الامر الدامي هتسبب في ان العالم ينتهي، وعشان كده انا محتاج وعاء المافوبا ايها المعلم. المعلم شيفو قال له الولد لسه مش جاهز، ولكن كامي قال له انا هاخد الوعاء على مسؤوليتي الخاصة ايها المعلم، ارجوك ساعدني وسيب لي الوعاء بليز، العالم منتهي وانا لازم اعمل حاجة. اي نعم جوكو مش جاهز، ولكني مؤمن بهذا الولد ومتأكد انه هينقذنا وينقذ العالم كله. واثناء ما كانوا بيتكلموا البطولة بدأت، وتشيتشي كانت بتقاتل ماي من غير ما تعرف انها بتشتغل لصالح بوكولو. وخلال القتال ماي قدرت تجرح تشيتشي بسيفها، وبعدها استسلمت عن القتال فورا واخدت نقطة من دمها ومشيت. وبعدها على طول جوكو وصل عشان يتكلم معاها واعتذر لها لانه ما قدرش يحضر المعركة، وقال لها انه في مهمة خطيرة زي كده بالظبط عزيزي المشاهد الناري. وبعد ما خلص كلامه معاها جوكو راح لقاعة التدريب، وهناك المعلم كامي قرر يعلمه اقوى تقنياته وهي الكامي هاميها. وبعد ما عمل له حبة استعراضات زي
الفل. قال له جوكو انه لازم يتدرب عليها، وطلب منه يفضل يتمرن لحد ما يولع كل المشاعل باستخدام طاقة الكي بتاعته. وبعد ما قضى الليل كله بيحاول، جوكو فقد الامل وفكر انه يولع المشاعل باستخدام شمعة، لكن تشيتشي مساكته متلبس وقالت له ان ده غش يا برو. عشان تساعده علمته شوية دروس يتعلمتها وساعدته يركز، وده خلاه اخيرا يقدر يتحكم في الكاميها ميها. وفي السكن بولما كانت بتحاول تنام لكنها سمعت خطوات في اوضه جوكو، ولانه كرات التنين كانت هناك مسكت سلاحها وراحت تشوف في ايه، وهناك شافت تشيتشي وهي خارجه من الاوضه. واول ما عرفتها بولما فهمت انها كانت مع جوكو في الاوضه، ونزلت سلاحها واعتذرت عن الخضه وقالت لها انها تقدر ترجع تاني. لكن لما تشيتشي مشيت جوكو ظهر، وبولما استغربت انه ما كانش في الاوضه معاها. وفجاه الرادار بدا يرن، وبولما اكتشفت ان تشيتشي معاها كل كرات التنين. ووسط حاله الذعر محاربي الزد بدأوا يجروا ورا ميل متنكره، لكنها فجاه اطلقت قاذفه قنابل عليهم وخلقت جدار من النار منعهم من التقدم. وافتكرت انها كده بقت بامان عزيزي المشاهد الناري، فقللت حذرها. لكن في اللحظه دي تشيتشي الحقيقيه ضربتها واسقطتها. في الوقت اللي محاربي الزد بيحاولوا يلفوا حوالين النيران، البنتين بدأوا يتقاتلوا بقوه، وجوكو قرر انه يخترق اللعب، لكن لانه مش قادر يفرق بين الاتنين عشان شكلهم متطابق وقف بس يتفرج وهو لا حول له ولا قوه. وفجاه واحده منهم وقعت وطلبت مساعدته. على طول جوكو هاجم التانية، لكنه كان غلطان لانه كان بيحارب تشيتشي الحقيقيه. وفي اللحظه دي مي وقفت من تاني وضربت جوكو برصاصه، ورجعت لشكلها الاصلي وهربت فرارا مرارا. وبعد ما العدو اختفى، بولما والباقيين اجتمعوا حوالين جوكو اللي كان على وشك الموت، وعشان ينقذوه كامي ركز كل طاقه الكي بتاعته في ايديه وضربوا بالكاميها ميها على صدره. في الوقت ده عزيزي المشاهد الناري، جوكو كان بيشوف حلم ليه مع جده، وجده بيقول له يا ابني كل انسان جواه قوه روحيه لما يكون عنده اراده تطلع. وبينما هو بيحلم، الضربه بتاعت الكاميها ميها خلت طاقته الروحيه ترجع له تاني، وفتح عينيه اخيرا. بعد ما قام على رجليه شافوا على الرادار ان كل كرات التنين متجمعه، والمعلم كامي قال ان بوكولو اكيد هيستدعي شينرون في معبد التنين، واستعدوا كلهم للانطلاق وبدأوا يتحركوا ناحيه العربيه. لكن المعلم شيفو وقف كامي عشان يسلمه وعاء المفوبه، وبعد ما سلموه اتحركوا بالعربيه باتجاه معبد التنين. وفي نفس الوقت بوكولو كان بيحط الكرات على المسبح، ولما اتجمعت مع بعض بدأت تتفاعل وظهر عمود ضخم من الارض. وكل ده كان بيحصل في الوقت اللي جوكو كان بيلبس فيه الزي القديم لمدرسه السلحفاه بتاعت جده. وبعد ما بقى كل شيء جاهز، حولوا العربيه لعربيه طايره وبدأوا يقربوا من القمه. والمعلم كامي بدأ يستحضر الكاميها ميها عشان يمنع استدعاء التنين، لكن بمجرد ما بيكولو حس بوجودهم اطلق موجة طاقه اصطدمت بالكاميها ميها، وده خلق صدمه عنيفه خلت الكرات تقع من على المسبح، غير انه خلى العربيه تتهز جامد ورمى محاربين الزد منها. المعلم كامي لمح وعاء المفوبه جنبه وقرر ياخده عشان يسجن العدو. ولما وقفوا وش لوش، محارب الزد قال انه هيهزمه، لكن بوكولو كشف له انه جوكو في الحقيقه سايان واسمه كاكاروتو، وانه لما الكسوف يحصل هيتحول لاوزارو ويدمر اصحابه بايده. في اللحظه دي القمر غطى الشمس، وجوكو بدا يتحول لقرد شيطاني عملاق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عزيزي المشاهد الناري. بدا يجري ورا بولما واستغل كم من شغاله واخد وعاء المفوبه وبدا التقنيه، لكنه اتضرب بموجة طاقه من بوكولو ووقع على الارض متصاب بشده. وبينما يان كان بيهرب من جوكو الهائج، قرر يفضل وراه عشان يشغله، وطلب من بولما تجري قدام، لكنه اتغلب بسهوله. وفضل اوزارو المجنون يطارد بوم لحد ما كامي وقف قدامه وحاول يمسك رجله عشان يوقفه، لكن جوكو وهو في حالته الوحشيه ضرب معلمه على رقبته وهو بيحاول يكلمه، بس محاولته فشلت وكامي مات. جوه جسد اوزارو جوكو بدا يبكي على موت معلمه، وفجاه افتكر كل اللحظات الجميله اللي عاشها معاه، وده خلاه يقدر يسيطر على نفسه من تاني ويرجع لشكله طبيعي. وبمجرد ما رجع لحالته الاصليه هجم على بيكولو اللي بدا يطلق عليه موجات كي متتاليه، لكن جوكو ما ردش عليه وسدد له هجمات صغيره من الكاميها ميها، وبدات معركه طاحنه بين الاتنين. عزيزي المشاهد الناري فدوس لي لايك ناو. الاتنين ضروا في الجو وهم بيتبادلوا الضربات بعنف، لكن قوتهم كانت متقاربه جدا، وكل مره يهجموا على بعض بيتصدموا ويرجعوا لورا. في الوقت ده بوم كانت بتراقب القتال، لكن مي لمحتها وكادت تضربها برصاصه في راسها، فاضطرت بوم تجري وتتشالب جوه الانفاق. وسط المتاهه بولما سحبت مسدساتها وبدات تضرب على مي، لكنها كانت بتجري على الحيطه وتتفادى الرصاص. ولما خلصت الذخيره عملت بولما نفسها مستسلمه وقالت انها تسلم كره التنين، لكنها بدل كده رمت كبسوله تحولت فجاه لعجله توريسيكل وهي في الهواء وكادت تفرم مي، لكن الاخيره قدرت تتفاداها. وبعدها هجمت على بولما، لكن فجاه ينظهر من وراها وضربها برصاصه في ظهرها وخلص عليها. فوق قمه التنين جوكو وقف مستعد للضربه الخاطئه، بدا يستجمع كل طاقته في هجوم النهائي
نهائي، ومع كل قوته المجتمعة قفز في اتجاه بوكولو واخترق طاقته بكل عنف وضربه من مسافة قريبة جدا، مما أدى لهزيمته نهائيا. وبعد سقوط بيكولو اجتمع جوكو والباقيين حول المعلم كامي وقرروا انهم يستخدموا كرات التنين عشان يرجعوا للحياة من تاني. وبعد ما حطوا كل الكرات على المذبح جوكو استدعى شينرون التنين الناري العظيم، وبالفعل هذا ما حدث والتنين ظهر عزيز المشاهد الناري. وجوكو والمحاربين طلبوا منه انه يرجع لهم المعلم كامي للحياة من تاني، وبالفعل المعلم كامي رجع للحياة. وبعدها كرات التنين اتفرقت في كل مكان. المعلم كامي شينرون لما رجع للحياة كلهم كانوا فرحانين جدا، حكى لهم انه حلم سعيد، وكان سعيد ومبسوط لما شاف المعلم جوهان في الحلم جده جوكو وشكر جوكو على شجاعته. المحاربين كلهم قرروا انهم يتحدوا مع بعض ويشكلوا فريق يحارب الشر، ولكن جوكو قال ان لسه في حاجة ضرورية لازم يعملها، واللي بيحصل ان بينما تشيتشي بتتمرن على الفنون القتالية النارية جوكو بيروح لها عشان يتأسف لها عن اللي حصل لها وانه كان السبب في ان البنت الشريرة تهاجمها. تشيتشي بدورها قالت له ولا يهمك يا برو، انا بس عاوزة منك طلب عشان اسامحك. وبنشوف بعد كده ان الطلب هو انهم يتواجهوا في معركة قتالية شرسة، ودي بتكون نهاية الفيلم. يا سلام، اما قصة عبرة بصحيحة. ولحد هنا انتهى ملخص النهاردة، واتمنى يكون الملخص عجبكم اعزائي المشاهدين الناريين. ولو عجبكم الملخص دوسوا لايك واشتركوا في القناة وشاركونا براكم في الكومنتات عشان نتكلم مع بعض حبة كلام زي الفل. الفيلم ده من تسجيلي وتلخيصي ومونتاجي، كان معكم المعلق الناري من قناتكم النارية والمدمرة والرهيبة والفتاكة ملخصات بتعليق الناري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.